جيل ما قبل التسعينات استعدوا لتركبوا معي آلة الزمن العجيبة تبع حلقة النوستالجيا ونعيد ذكرياتنا سوا مع واحد من أفراد عيلتنا يلي كبرنا معه، وكان أيامها ما وصلنا اختراع الدش الساتلايت ويا ريته ما كان وصل، فكنا نحس هديك الأيام هالمذيعين والمقدمين وأبطال المسلسلات والدعايات كأنهم من العيلة، على قد ما كل يوم نشوفهم ونقضي معهم السهرة. كان يبلش لكم هالإرسال على الساعة 4 3 يمكن بالنشيد الوطني، وبعدها تلاوة قصيرة من القرآن الكريم، وبعدها تطلع لك هالمذيعة تسرد لك برامج اليوم ونحن نكون عم نتزاورها لحتى تخلص بقى ونعيش أحلى ساعة بيومنا مع برامج الأطفال. قليلة ونبدأ المشوار. بعدها تبلش لك هالبرامج الأسبوعية اللذيذة يلي كنا نضطر نتفرج عليها من القلة طبعا هديك الأيام. عندك مثلا كان يطلع برنامج اسمه الأيدي المايرة، كان حلو كتير، تشوف هالعالم كيف عم تشتغل وتزخرف وتبيض طناجر وتتفرج وتتعرف على الصناعات والحرف اليدوية القديمة وكيف المراحل يلي كانت تمر فيها. برنامج أرضنا الخضراء وعلى خضراء يا بلادي خضراء محروس بعين القدرة تبقى هالقدرة. تشوف هالزراعة ودوالي العنب وشي بيشرح القلب كانت أيامتها. وفي كان برنامج مثله اسمه في رحاب الجزيرة أرض الخضراء والمي. أرض الخضراء والمي. ومن أحلى البرامج كان وقتها برنامج طرائف من العالم للدكتور توفيق البجيرمي يلي كان صوته مميز من بين مليون صوت، وبتذكر إنه كانت أختي تخاف من صوته لما كنا صغار. كانت تعليقاته كتير حلوة وخاصة على فقرة عرض الأزياء اللي بتطلع بآخر البرنامج. وكان هالبرنامج هذاك الوقت النافذة الجميلة على العالم قبل ما يكون في عنا إنترنت، فكنا كتير نتابع باهتمام لنشوف أخبار غريبة وطريفة من كل دول العالم. الخارقة للمعقول الحد الدخول في عالم الخرافات والأساطير، كما يتضح من بعض اللقطات من تلك الأفلام التي راجت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. فتفرج يا رعاك الله. يا حلو قوليلي شو بيت غسيلي ورث هاتيلي وبكرة شو بتدعيلي ورثتينا تضيف أكتر ورث مفعول وأكبر. برنامج التلفزيون والناس كان من أحلى وأبسط البرامج مع المقدم الشهير عبد المعين عبد المجيد. كان صاحبنا يعمل لقاءات عشوائية مع هالناس، يكبس عليهم من كل مكان ويسألون أسئلة مشكل ملون، شو طبختي امبارحة، شو بيحب جوزك، شو رأيك بنانسي عجرم. فكنا كتير نحب هالبرنامج على قد ما كان بسيط وحلو وقريب من الناس. تلفزيون والناس. تلفزيون والناس. طلعت الكاميرا زيارة فاتت من حارة الحارة. طلعت الكاميرا زيارة فاتت من حارة الحارة. هذا التلفزيون والناس تختار الحارة والحارة. طلعت الكاميرا زيارة فاتت من حارة الحارة. طلعت الكاميرا زيارة فاتت من حارة الحارة. هذا التلفزيون والناس تختار الحارة. أما فترة الأكشن والقصص البوليسية الواقعية فكنا نستناها يوم الثلاثاء مع الشرطة في خدمة الشعب، وعمكم علاء الدين الأيوبي ومن كتر ما كنت استناه لهلا حافظان توقيته على الساعة 7 كان يطلع أو 7 ونص. صفوا لها هالمجرمين ويبلشوا يحكوا قصتهم شلون خططوا، كيف نفذوا، بالأخير كيف أبطال عين الأمن الساحرة وقعت لك الأشرار. بتحس حالك شفت فيلم كامل بدقيقتين. وطبعا دائما كانوا آخر سؤالين بيكونوا وين صرفت المصاري يا ابني؟ والجواب على اللهو والملذات الشخصية سيدي. السؤال الثاني ندمان يا ابني؟ سيدي والله ندمان بس خلصوا على الحلقة فضحتوني، الله لا يوفقكم. وكان يطلع بعد مباشرة أحلى برنامج رياضي في العالم، محطات رياضية، يلي كان يقدمه الشهير عدنان بوزو، وكان يحكي أخبار محلية عالمية وخاصة الدوري السوري يلي كان مدوخ 3/4 الشعب السوري آنذاك، أيام لا كان ميسي ولا رونالدو ولا برشلونة ولا. أحلى شي بتذكره بعدنان بوزو كيف لما كان يدخل المنتخب السوري جول ويقعد دقيقتين 3 يصرخ لك جول سوريا
هدف لسوريا، أبو السل، أبو عبدو، أبو عصام. داخل فيها يسمحوا داخل مرمى هدف لسوريا، هدف لسوريا، جول لسوريا، جول لسوريا، جول لسوريا. نزار محمود طلع الهدف. لما تقولي سكاكر وانا بفكر فيها، لما تقولي سكاكر دي الطعمة اللي تحبيها. كريستال، طيب كريستال. أما فترة الرعب بقى يا شباب، هداك الوقت كانت مع برنامج آفاق علمية يلي كان يعرض لنا ظواهر غريبة وخارقة للطبيعة، وشي قصص أشباح وأرواح وأموات، وشي ناس من الفضاء، لك حتى موسيقته بتحسها من شي فيلم رعب. كان في برنامج من الألف إلى الياء كان يطلع بتذكر يوم الخميس أول المساء، وكان برنامج علمي منوع، وشارته ما بعرف ليش كانت كتير غريبة. أما وقت الفرفشة وروتانا وميلودي ومزيكا فكانت مع الست أم عمار ماريا ديب وبرنامج الشهير ما يطلبه الجمهور. نبدأ أعزائي المشاهدين طلباتكم بأغنية عمرو دياب طلبتها، وكيف كانت تحرق أعصابنا وهي تعد بهالأسماء ومين هذا الغنية لمين. ومن فريال إلى أم بدر بمناسبة طلاق أم عصام، كما تهديها عفوفة إلى سلانجو بمناسبة رسوبه في البكالوريا. كان يطلع كمان برنامج حلو اسمه إذا غنى القمر، وأكثر شي شهر هالبرنامج هي شارة البداية يلي كلنا حبيناها وعرفنا بعدين إن هذا الموسيقار العالمي. يعني برنامج مجلة التلفزيون كان يطلع على ما أظن يوم الخميس، وكان يحكي بشكل عام عن أفلام ومسلسلات وأخبار الفن الفني. ولا بدنا معنا حالة، ولا بدنا معنا حالة. كوالا بامتياز من باتكس انجلترا. واخر شي كانوا يختموا لنا هالرحله السعيده ببرنامج كله رومانسيه وريلاكس اسمه غدا نلتقي. تطلع لك المذيعه بتحسن عسانه اكثر منه، ويحطوا لنا شي كم بيت شعر مع موسيقى شغل ما قبل النوم، وكانهم حالفين يمين ما يسكروا الارسال لحتى يامنوا على اخر مشاهد انه يكون نعس وقرب يغفل ويشوف هالدعايات السعيده بنوم. وهلا قبل ما احط لكم شرط تصبحون على خير، بتمنى تدعموني بلايك للفيديو لحتى نعملكم دعايات حلوه، قصدي حلقات حلوه، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتشوفوا فيديوهاتنا القديمه، وتضلوا بخير، وهلا تصبحوا على الف خير.